تعالى هنعمل جلاش بطريقة مختلفة تماما، من غير ما تورقيه ولا تدهني كده ما بين الطبقات سمنة. هنعمله بأسهل طريقة ومش هياخد معاك وقت خالص في التحضير، والطعم بقى جمدان. يلا بينا يا قمر نشوف هنعمله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. في الاول كده هنجهز الصينية اللي احنا هنعمل فيها، هندهنها كده سمنة. انا معايا كده كوباية من السمنة، هاخد بس منها كده حوالي معلقتين هدهن الصينية. ومعايا كده لفة جلاش ده حوالي نص كيلو. هنقطعها بقى كده رول بالشكل ده. طبعا التقطيعة دي سهلة جدا ومش هتاخد معاك وقت خالص. هنقطعها كده رول بالشكل ده، وهنرصها كده في الصينية. طبعا الصينية يكون مقاس صغير بالشكل ده. وبعد كده يبقى هندهن بقى باقي السمنة على الجلاش بالشكل ده، وهندخله كده الفرن على درجة حرارة كده 200 في الرف اللي في النص لحد ما يحمر معانا. على ما يحمر معانا هنعمل بقى السائل اللي هنسقي بيه. انا معايا كده كوبايتين من لبن الحليب، عليهم كده معلقه كبيره كده من الدقيق او الطحين، وممكن تستبدليها بنشا، بس بصراحه الدقيق ده هيخلي معانا كده السائل كده كريمي وتحفه. ومعايا كده كوبايه من السكر. هنبدا بقى نكرمله اول كده ما يدي كده لون بسيط كده. هنبدا بقى نقلبه لحد كده ما يبقى معانا كده لونه عسل بالشكل ده. بس اهم حاجه اوعي تغمقيه علشان ما يمررش معاكي. وبعد كده هنزل بقى بقطعه زبده، وهنزل بقى بكوبايتين اللبن اللي احنا دوبنا فيهم معلقه الدقيق او النشا. وعلى النار كده هنقعد نقلب. طبعا ما تخافيش هو هيكتل منك اول ما تنزلي كده اللبن كده. طبعا هو على النار كده هيسيح كده وهيدوب في التقليب. اقعدي اقلبي فيه كده لحد ما الكريم كراميل كده يغلي معانا. وبعد كده هضيف فانيليا، بس معلقه صغيره كده من الفانيليا السائله او باكو من الفانيليا البودر، ونسيبه لحد ما يبرد تماما. وهنزين كده بقى الجلاش كده بقطع الموز. دي بتدي للجلاش طعم في منتهى الجمال. طبعا الجلاش ساخن، والسائل اللي احنا عملناه الكريم كراميل بارد، وهنسقيه كده وهنسيبه كده لمدة حوالي بس ربع ساعة لحد ما يتشرب كده الكريم كراميل. وهنبدأ بقى نقدمه في منتهى الجمال تحفة. معانا كده قطعة الجلاش مورقة بالشكل ده. طريقته سهلة وبسيطة والطعم بقى جمدان. جربوه ان شاء الله يعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.